يطلع لنا واحد زي ابراهيم عيسى يقول ما افرحش يعني، اقطع شراييني علشان خاطر الفلسطينيين بينضربوا. انت حضرتك يا استاذ ابراهيم لو قطعت شرايينك انت خنزير، يعني لو قطعت شرايينك دي هتنزل حاجه سودة مش هتنزل دم تعبيرا عما بداخلك. ما يكونش حتى يعني انت ده انت كده بتهاجم، انت مش بتدافع او مش بتبرر قضيه الاحتفال براس السنه. لازم طبعا نراعي ان دول اشقائنا واخواتنا العرب المسلمين الموحدين بالله في محنه وفي ازمه، واحنا مش قادرين نوفر لهم المساعدات الكافيه، فكمان على الاقل الكلمه الطيبه، مش ان انا اطلع اقول اقطع شراييني عشان خاطر الفلسطينيين بينضربوا. انت راجل ما عندكش دم، والله ما عندك اي دم، لو قطعت شرايينك مش هتنزل دم. حاجات عندك قدر من المزايدات على فكرة الاحتفال، كأن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني هناك. غزة بتتضرب، فالمفروض بقى إن كل مواطن متعاطف ياخد موس ويقعد يجرح في جلده بقى علشان خاطر أصل إخواننا في غزة بيموتوا. إيه علاقة إخواننا في غزة بيموتوا بإن الناس تحتفل بعام جديد؟ إنهم يسمعوا حفلة